طيب يا اخواتي، بما ان في ناس كتير قوي لسه ارقامها لسه محظوره، ما في كتير قوي لسه مش عارف يفك ارقام. فانا هفضل مكمل في قلب السلسله بتاع فك الارقام لحد ما كل اخواتي يفكوا ارقامهم. تمام، انا النهارده جبت لك كود حاجه بوم. انا فكك برقم انا شخصيا، والكود شغال 100%. تمام. طب الناس اللي بتجيلي في قلب الكومنتات تقول لي طب يا اسطى انت بتقول الكود شغال بس الكود مش شغال. طب ما انت اصلا مش بتتفرج على الفيديو، مش بتشوف الكام تريكات اللي انا بعملها علشان تعرف ازاي اصلا تفك رقمك. فانت اسمع او كده للاخر. تمام. انا جايب لك النهارده حاجتين، يعني حاجه بوم. جايب لك اول حاجه جيميل لشركه الواتساب، جيميل جديد، يعني اصلا مش عليه حمل، معلوش ضغط. في ناس كتير قوي بتكلم الجيميلات اللي مكتوب عليها سوبرت واتساب واندرويد واتساب، فاهم؟ والكلام ده كله، لا، انا جايب لك جيميل جديد للواتساب اصلا. فاللي هو انت الكلام هيرد عليك في نفس الثانيه، وهوريك اصلا في قلب الفيديو. تمام. وباذن الله مش هتخرج من الفيديو ده الا انت فاكك رقمك، وهفك رقم قدامك في قلب الفيديو دلوقتي. تمام. فانت يلا صل على النبي عليه الصلاه والسلام. وانزل اعمل لايك للفيديو، اشترك في القناه، ومتنساش تكتب كومنت كده شبكه جميل، واعمل شير لغيرك عشان كله يستفاد. تمام. ومتنساش تدعمني علشان انا الفتره الجايه دي انا نازل لك بشغل تقيل، وانزل لك بكميه نسخ وحاجات جامده. يلا بقى كده نخش على الفيديو بتاعنا. ويلا زي ما قلت لك كده، يلا اشتراكايه لايكايه، وما تنساش تصلي على النبي تاني عليه الصلاه والسلام. انزل بالانترو يا ابني. Eu sou minha própria revolução. طيب يا اخويا، كل اللي انت تحتاجه في قلب الفيديو ده كده، يعني عشان تفك رقمك هتعمل جيميل جديد، وهتخلي العام يعني اللي هي السنة هتخليها 1992 1997، فاهم؟ هكذا يعني. ما تخليش الجيميل معمول فوق ال2000، خليه في 1900، لان كل ما الجيميل بيكون التاريخ بتاعه قديم بيبقى ليك الأولوية أكتر إن الشركة ترد عليك. تمام. وتعالى أوريك الرقم اللي احنا هنفكه كده في قلب الفيديو، وأوريك تعمل إيه عشان تكلم الشركة. كل اللي هنحتاجه واتساب الأعمال، تمام، والجيميل. هتخش كده على الواتساب، هتضغط كلمة التالي اللي هي اللي تحت دي كده. تمام. الرقم قدامك محظور اهو. تمام. طبعا انت لو دوست على كلمة فريق الدعم، وجيت هنا كتبت الكود بتاعي في قلب المربع ده، وعملت بعديها التالي، الشركة لو انت رقمك طاير انتهاك مشدد مش هيرد عليك. تمام. لو انت رقمك طاير انتهاك عادي هيرد عليك. ده الكلام لو انت عملت ايه من هنا. لكن احنا طبعا انا دلوقتي الرقم ده اللي بعتهولي راح قايل انه طاير انتهاك مشدد، الشركة اصلا مش بترد عليه. تمام. فانا قلت له لا، انا هصور لك على فيديو وهفكه لك. تمام. الرقم اهو شغال اهو. تمام، قصدي محصور قدامك اهو. تمام. تعالى بقى ايه اوريك ازاي تفكه. كل اللي انت هتحتاجه الكود ده، انا هسيب لك الكود ده، وده طبعا الجيميل بتاع الواتساب الاعمال اللي هو اللي انت كلمت منه فريق الدعم. علشان ايه؟ لو انت كده برضو تضمن زياده، هناخد كده الجيميلات بتاع الشركه دي كده نسخ، هتاخد دور كوبي كده يعني نسخ يعني. تمام. وده نسخ، ده الجيميل اللي انا بكلمك عليه الجديد. الجيميل ده هتقولي ايه يا تاجر الجيميل الجديد ده غريب يعني، هو انت عامل الجيميل ده؟ هقول لك لا، ده الواتساب منزله للناس اللي هم ذو الاحتياجات الخاصه وكده. تمام. الناس اللي هم المعوقين وكده، بس احنا طبعا بناخده برضه عادي هيرد علينا. وده الكود اللي انت هتبعته. تعالى طبعا هوريك هتعمل ايه. تعمل كده نسخ، بس كده. طب انت هتقولي فين الموضوع؟ مش لازم اصلا تكتب موضوع، الموضوع ده يعني اللي هو بيبقى اصلا يعني كتبت او ما كتبتش ملوش لازمه اصلا، فاهم؟ تخش كده على الجيميل، طبعا تشوف الجيميل قدامك جديد زي ما انت شايف اهو. هتضغط على كلمة انشاء اللي هي اللي جنبها القلم دي، تضغط كده. تمام. والى هتحط ايه بقى بعديها؟ الجيميلات بتاعت الشركة. تمام، اللي احنا لسه واخدينها نسخ. ادي اول جيميل. ثواني بس كده يا قلب اخوك. كلوز وبيست. ثواني بس عشان ايه، ثواني بس عشان الحافظة بتاعت الكيبورد معايا ما كانتش ناسخة كل الجيميلات. تمام. بقية الجيميلات احنا جبناها اهو. ده اللي هو بتاع الاعمال. وثواني ده اللي هو ايه اللي انا بكلمك عنه. طب نيجي بقى في قلب الموضوع، كتبت او ما كتبتش اي حاجه عادي. تكتب مثلا ايه؟ سؤال حول واتساب الاعمال، ارجو حل مشكلتي. وهنيجي تحت هنا بقى كده، ناخد ايه الكود اللي احنا خدناه نسخ اللي هو في قلب انشاء رساله الكترونيه ده.
ركز بس كده معايا في الحتة دي. نعمل كده التالي، وهنحط الكود اللي احنا لسه واخدينه نسخ. طيب تمام، هتقولي ما انت ما حطيتش رقم في قلب الكود، عايزك تتقل للاخر تاخد شغل نضيف. شوف كده اهو، كده احنا حاطين هنا الكود وفوق الجيميلات وبعت من جيميل جديد. وما تنساش الجيميل تكون عامله جديد، ما كلمتش منه الشركة قبل كده. وهتدوس على ايه، الرسالة اللي فوق على الشمال ده. كده احنا بعتنا للشركة. تخش كده على الجيميل تاني وتعمل كده ريفرش، الشركة هترد عليك في نفس الثانية اصلا. تمام، يعني انت تقعد تعمل كده ريفرش اهو. كده لسه الرسالة ما وصلتش، لسه الشركة اهي بيقول لك إلى في قائمة الانتظار. لحد الآن كده الرسالة لسه بتتبعت للشركة. كده الرسالة وصلت للشركة، نستنى كده لحد ما يرد علينا. وعايز أفهمك تركاية، لو الشركة أول ما ترد عليك في نفس الوقت وأنت رديت عليهم بالرقم، وبعد 6 ساعات لو ما فكوش الرقم، أنت هتعمل إيه بقى؟ هتخش من أي رقم تاني أو من أي تليفون تاني، تعمل إبلاغ على رقمك وتخش تبعت للشركة نفس اللي احنا عملناه دلوقتي ده، وما تردش عليهم بالرقم بعديها إلا بعد 6 ساعات، هتلقى الرقم بتاعك فك، وده على ضمانتي. وانا هسيب لك كده وكده لينك شاتي تحت في قلب الديسكريبشن، ولينك قناة التليجرام بتاعتنا، تمام، وكل حاجة تخصنا. لو انت معرفتش تفك رقمك ده، بس انت اصلا كده وكده مش هتفكه اصلا في الفيديو ده، تمام. معرفتش تفكه، تعالى على التليجرام ابعتولي وهفكهولك بس بمقابل بسيط، تمام. علشان انت طبعا الجيميلات دي، انا محظوظ جيميلات، فلما بجيب جيميل بضطر ان انا ادفع في البرنامج وكده، فبعمل الجيميل بفلوس. نستنى كده لحد ما الشركة ترد علينا. عايزك تركز بس في الوقت كده، عشان في ناس تقعد تقول لي إيه انت قصيت الفيديو مش قصيت الفيديو، والناس اللي بتحب تشغل دماغها دي انا عارفهم يعني. طيب تمام، بص شوف انا بعت المسج امتى. الساعة 1:01، تمام. استنى بقى كده نشوف هيرد علينا بعد قد ايه. انا كنت موقف الفيديو عشان كنت بشرب ميه، ما اشربش انا هموت منكم يعني، بدأ يفك لكم الرقم. طيب يا اخواتي، شايف الرقم يعني شوف قصدي الجيميل رد عليه من يعني في قد ايه، ما كملش ال5 دقايق على بعض اصلا، تمام. كملش ايه ال5 دقايق. طب احنا دلوقتي الشركة ردت علينا، تعالى اوريك ان الرقم لسه زي ما هو محظور، تمام. رقم لسه زي ما قدامك محظور. هناخد كده رقم كوبي، وهنخش كده الجيميل. بص هو هنا كده بيقول لك ابعت لي الرقم بكود الدولة. يعني لو انت من مصر كود الدولة +2، وبعدها تكتب رقمك، تمام. يعني اللي هو +20 وتكتب رقمك، فاهم المقصد. لو انت مثلا من اليمن يبقى +967 +9، فاهم، وهكذا يعني. لكن انت من اي دولة هتكتب كود الدولة بتاعك برقمك، تمام. هيفك لك الانتهاك وهيفك لك كل بص اللي يخطر على بالك. ترجمة للعربية، او بص بيقول لك مرحبا، شكرا لإرسال الرسالة لنا، هل يمكنك أن ترسل لنا رقم هاتف حساب واتساب الذي تتحدث معنا عنه؟ يجب أن يكون الرقم بالصيغة الدولية الكاملة. شايف بيقول لك يجب أن يتضمن رمز علامة الزائد ورمز البلد والمنطقة. يعني بمعنى، ترجع بقى كده خد كده عرض النسخة الأصلية، هتنزل بقى تحت خالص كده. شوف بقى السهمين اللي تحت خالص دول، ثواني، اللي هو كلمة الرد على الكل ده، تمام. ثواني، شايف الرد على الكل، هتضغط كده على الرد على الكل، وهتجيب كده الكيبورد، تمام، هتكتب +2. ده الكلام ده لو انت مصري، وهتحط رقم اهو. يبقى انت شايف جه ازاي +2. واهم حاجة الرقم ما يكونش فيه بيانات وفراغات. رقم مثلا مثلا يعني ممكن يكون بين ال6 و5 ده مسطرة كده، لا احنا مش عايزين كده. كده الشركة مش ترد عليك. نخلي الارقام كلها لازقة في بعض زي ما انت شايف كده قدامك، تمام. وهتدوس بعدها على ايه، على الارسال. طبعًا هاستنى لحد ما الشركة ترد عليَّ. الشركة هترد عليَّ في خلال 24 ساعة، بس غالبًا الشركة بترد عليَّ في خلال 6 ساعات، ما بيكملوش ال6 ساعات. يعني أحيانًا بيقعدوا معايا ساعة ونص أو 3 ساعات ويردوا عليَّ بالفك، تمام. ويعني هم غالبًا لحد الآن بالكود اللي أنا مديه لك ده لحد الآن، كل ما بابعت على رقم بيرد عليَّ بالفك، ما بيردوش عليَّ خالص إن هو انتهاك، أو بيرد عليَّ إن هو عليه شكاوي كتير أو الكلام ده كله، تمام. يا رب تكون استفدت مني، ويا ريت تنزل تكتب كده كومنت شات كده وتقول لي عملت ايه في الرقم. ولو ما عرفتش تفكه تعالى على التليجرام افكهولك، تمام. بس هو كده او كده هيتفك ان شاء الله يعني، بدون اي كلام. وما تنساش زي ما قلت لك هتشترك في القناه، لايك الفيديو، وتعمل
شير. تمام. يلا احلى مسا عليك يا قلب اخوك، اشوف الفيديو الجاي. ويلا بقى كده ايه، زي ما قلت لك كده، الشير بتاعك عايز الفيديو 100 لايكات بهبل، عايزين نطلعه ترند يا اخواتي.